في علامات مهمة ان انت تتعرف عليها، لو موجودة فيك يبقى انت تعرضت لجرح من جروح الطفولة. هنتعرف على اهم انواع جروح الطفولة والعلامات اللي بتقول ان انا تعرضت للجرح ده. اول جرح عندنا هو جرح الرفض او الهجر. هتلاقي العلامات المؤثرة أوي في شخصيتك انك طول الوقت عندك خوف انك تفقد الشخص اللي قدامك او تفقد العلاقة اللي انت فيها، فطول الوقت بتحاول ان انت تتقبل في العلاقة دي، بتحاول تقدم تنازلات مجرد ان هم يشوفوك ويقبلوك. ده بيقول ان انا اتعرضت دايما لجرح في الطفولة اسمه جرح الرفض او جرح الهجر. رقم 2 من الجروح اللي احنا بنتعرض لها في الطفولة وهو العنف الجسدي او العاطفي. العلامة اللي بتقول ان انا اتعرضت للجرح ده، هتلاقي طول الوقت انت بتخاف من الناس اللي حواليك. بالنسبة لك تهديد ليك ممكن مواقف معينة، ممكن اماكن معينة، ده تهديد لوجودك دلوقتي في الوقت الحالي. فبتبدأ تعمل ايه؟ بتبدأ تجتنب الاشخاص دي او المواقف دي او الاماكن دي، لانها بتوجعك قوي، بتحسسك بحاجة انت مش فاهمها، لانها بترجعك لجرح موجود من الصغر وهو جرح العنف الجسدي او العاطفي. هتلاقي نفسك لو انت متعرض للجرح ده، اهم علامة بتجيلك ان انت طول الوقت بتخاف من الناس اللي حواليك، بالنسبة لك مصدر تهديد، فرد فعلك بيكون مبالغ فيه. هتلاقي عندك دايما انخفاض في ثقتك بنفسك وشعورك بعدم الكفاءة طول الوقت. تالت جرح عندنا وهو جرح التفريق او التمييز. يعني كان في دايما تمييز بينك وبين شخص تاني، دايما في مقارنات بينك وبين حد تاني. هتلاقي عندك العلامات اللي بتقول ان انا تعرضت للجرح ده، انك حاسس طول الوقت ان مفيش مساواة، ان الحياة غير عادلة، ان الشخص ده ظالم، فده بيتكرر معاك طول الوقت. هتلاقي عندك احتياج دايما انك تثبت ذاتك، حاسس ان انت الافضل، حاسس ان انت هي نظام غيرة من جواك بس انت ممكن ما بتعترفش بيها. فانا عايز اثبت دايما ان انا صح، ان انا افضل من الشخص ده، ان انا افضل من الاخرين، فانت بتحاول لاثبات ذاتك. ده بيقول ان انا تعرضت للجرح التمييز والتفريق في الثقه. بتكون دايما محتاج ان في اهتمام خاص بيك انت، عايز تكون واخد الصوره بتاعتك انت، عايز تحس ان انت ليك مكانه عشان انت تعرضت للجرح ده. اخر جرح عندنا وهو جرح التنمر اللي حصل لي في الصغر. هتلاقي طول الوقت عندك انخفاض وانعدام في ثقتك بنفسك، يعني عندك صوره مشوهه وصوره سلبيه طول الوقت عن نفسك. رقم 2 انك بتسعى دايما لارضاء الناس اللي حواليك عشان يقبلوك، او بتجتنب التواصل الاجتماعي لانك طول الوقت خايف من السخريه وانهم يتنمروا عليك، فبتشعر طول الوقت بالضعف والخجل. مهم ان انا ابدا اتعرف على جرح الطفوله اللي طول الوقت عايش جوايا وشغال جوايا، وانا مش واخد بالي انا ليه رد فعلي بالطريقه دي او سلوكي بتجنب الموقف ده او كل ده بيقول ان انا عندي جروح من الطفوله، بفشل في علاقات، بفشل في حياتي الخاصه، حياتي الاجتماعيه، بسبب جروح الطفوله. اتعرف عليها من خلال ان انت تقعد تعمل تامل يومي، وتبدا تتذكر المواقف اللي انت بيكون رد فعلك فيها زياده قوي او مبالغ فيه، واربطه بحدث من احداث الطفوله، وابدا راقب مشاعرك. من خلال مشاعرك هتوصل لافكارك وايه اللي حصل ليه في الطفوله.